ارمي سلاح. محور البحر حيقدم لعند المحطة البخارية وحيكون تحت امرتي، ومحور النهر حيقدم لعند جارف وحيكون تحت امرة العقيد مختار. وصلني هذا الصباح طلب للزواج بك. الطغاة يحاولون الاستيلاء على جارف والبخارية في نفس الوقت. وصلتني المعلومة، لقد حشدوا كل قوتهم. جهزوا أنفسكم. لما؟ لما يا دمعان؟ لحمل السلاح والدفاع عن سرت. اسمك وعمرك وكنيتك. فوزي العياط، 40 عام، الكنية أبو إسلام. اسمك ولقبك وعمرك. ميلاد برقيبة، 40 عام. مكان السكن وأين تعمل؟ من سكان سرت، كنت نخدم في مصلحة الضرائب. أنت يا ميلاد مسكوك جند الخلافة وأنت تعطي في الاحتياطيات للمرتدين وبالتبت بالك بتنكر. لا أنكر صحيح. إذا أنت تعترف بخروجك على سلطان الدولة الإسلامية وطاعة ولي الأمر أمير المؤمنين حفظه الله. ثم نمتك الإسلام بذبح أهل الذمة ومستأمنين كأنه من عاش. لأنهم مرتدون وطغاة وموالون للكفار. من اللي أعطاكم الحق تصنفوا خلق الله وتعاقبوهم وتحاسبوهم؟ ربي يقول لكم دينكم ولي دين، ورسول الكريم كان يعيش في مدينة واحدة فيها اليهود والنصارى. ما سمعناش أن ذبحهم ولا أداهم. الآن ستعلمنا ديننا يا خارجي. ليش تضحك؟ هم الخارجي بالضبط، أنا ولا أنتم؟ تقول فيها في وجهي ومش خايف. ثم لما نقولها ورا وجهك يا فوزي تباك تحسب لي ما نعرفكش يا ولد. انت كنت اما جربوع ما تسواش ملي. من بال للبال ومن قبينه لقبينه، حتى صلاة الجمعة ما تعرفش كيف شكلها. تو داير فيها حامي حمى الإسلام. انت تعرف الإسلام انت. سأعتبر نفسي لم أسمع حرفا مما قلت. بإمكاني أن أنقذ رقبتك إذا أحببت. كل ما نريده منك هو تسمية أعضاء الخلية التي تعمل معك بالاسم ومكان السكن. عندها سنفكر في تخفيف الحكم عليك إلى أدنى حد. ها، مر. أعتقد أنه عرض سخيف. طارق طارق. حمزة، ان شاء الله حالك باهي. باهي الحمد لله، أحسن. بارك الله فيهم دكاترتنا شباب مصراتة، كفوا ووفوا.
الدكتور كتب لك تقرير 3 أسابيع راحة، تقدر تروح لحوشك. لا 3 أسابيع شنية؟ أكيد تبصر. شنو قصدك، مصدقينك ولا شنو؟ لا يا حمزة ما فهمتنيش. كل الراحة هي اللي من بيها شبوك. بنولي جبهة يا راجل. إصابتك مش بسيطة يا طارق، وما تقدرش تحرك يدك اليمين. كيف بتحارب بالله عليك؟ كيف بتحارب؟ أنت غير ارتاح، بعدين سهل. ارتاح ارتاح، ما تغلبش روحك بالله عليك. يجب أن نكثف استعداداتنا. العدو قد يشن هجومه في أي لحظة. كلهم يخدموا مش معقبين جهد. بإذن الله الليلة تكون تحصينات واتية بعون الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف وضع الاستعدادات؟ كل شيء تمام بعون الله. الحمد لله. الحمد لله. وين واقف خط دفاعنا الأول؟ قواتنا تتمركز بالقرب من المحطة البخارية. زعما بشنو هجوم على المدينة؟ ثم هم ليش جايين؟ بجاوا لغير هذا يا أبو البركات. واصلوا العمل واصلوا. نرجع مرة ثانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسب آخر معلومات وصلت من الاستطلاع أن العدو يتمركز حوالي 10 كيلو متر يبعد على تبتنا. يعني 7 كيلو متر بالضبط من جزيرة الزعفران. ولو خشينا لجزيرة الزعفران نعتبروا روحنا هيك في مواجهة سرت كمدينة نقصد. صحيح، لكن وقت الحرب حتغير تماما. كيف؟ حتكون حرب شوارع، لأن ما عادش في مساحات واسعة، وانتم عارفين الفرق طبعا. عباد الله، يحثنا ديننا الإسلامي أن نحب من يحب الدين وأن نكره من يكرهه. واليوم الحرب القائمة الآن ما سببها؟ سببها الحرب على الدين. إنها حرب على الإسلام وحرب على التوحيد. إنهم لا يريدون لنا أن نحكم شرع الله على الأرض. هؤلاء الكفرة الطغاة الأنجاس. السلام عليكم. عباد الله، يؤكد ديننا الإسلامي على نبذ الفرقة واجتناب الفتن وتوحيد الصفوف، فما جاء الإسلام إلا رحمة للعالمين ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الرحمة والمغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يجب على كل مؤمن ومسلم حقيقي
الاستعداد لاستهداف الكفار أينما حلوا وأينما ثقفوا. لن يأمنوا على أنفسهم ما دمنا أحياء. سنقتلهم أينما حلوا، سنسفك دماءهم، سنسبي نساءهم. لن نترك فيهم طفلا يحبو أو عجوزا مقعدا على الأرض. سنقتلعهم من جذورهم. كلنا لآدم وكلنا لحواء، وقد خلقنا الله لعبادته، وأحل لنا الزواج والتكاثر، ونهانا عن المحرمات. خلق منا الأبيض والأسود والعربي والأعجمي، وحرم التفريق بيننا إلا بالتقوى والعمل الصالح. يقول الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دم الكفار على المسلمين حلال حلال حلال، والكافر هو كل من هادن الطغاة ومشى في سربهم ولم ينكر في ذلك قولهم أو فعلهم. ومنهم اليهود والنصارى، وأيضا بعضا ممن يدعون الإسلام والإسلام منهم براء. إن قتلهم وسفك دمائهم عبادة واجبة على كل مسلم ومسلمة، مجاهد ومجاهدة، لكي يكون الدين لله وحده. دعت شريعتنا الإسلامية إلى إحسان التعامل مع الناس عموما، كما حثت على حسن التعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، خصوصا إذا كانوا مسالمين غير معادين. كما بينت أن معاملتهم تكون بالقسط والعدل ومقابلة الحسنى بالحسنى، وعدم التعرض لهم ما لم يتعرضوا لنا. يقول الله تعالى في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، أي خصيمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 خريفا. إخواننا المجاهدين، نرحب اليوم بالشيخ العلامة مفتي الدولة الإسلامية المباركة الشيخ تركي بن علي، الذي قدم من إمارة الرقة إلى إمارة سرت بولاية طرابلس لكي يتفقد أحوال الدولة عندنا. حللت أهلا ونزلت سهلا يا مفتينا، قدوم المبارك. نحن في انتظار توجيهاتك ونصائحك. إخواني، أنا بينكم اليوم لأننا أمام مفترق صعب. قطعت هذه المسافة الطويلة حتى أشرف بنفسي على هذه المعركة المصيرية والحاسمة بأوامر من أمير المؤمنين حفظه الله. حفظه الله. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بسقوط إمارة سرت في يد الطغاة وجنودهم. لا يمكن. الله أكبر، الله أكبر. على كل مقاتل شابا كان أم كبيرا أم طفلا الاستعداد لحمل السلاح،
الجميع يجب أن يحمل السلاح لمحاربة الطغاة وجنودهم والتمكين بهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر. استعدوا بالمفخخات والأحزمة الناسفة. لا يمكن أن نسمح بسقوط إمارة سرت، لأن بسقوطها سنفقد تواجدنا بشمال إفريقيا بأكمله. استعدوا للمعركة الكبرى. شو نقول لك؟ تعرف من 2011 معي هون. استاذنكم شباب. كانت ضغطي الضعيف عادي. الو منال، نسمع فيك، تسمع فيا؟ ايه هذا اقرب مكان لقيت فيه طاقتي. ايه نصرو، كيف حالك؟ شنو اخبارك؟ شنو مداير؟ انا بخير الحمد لله. انتوا شنو اخباركم؟ وش حال اللي جايين؟ اللي جاي ناي تكر فيا تبي تكلمك. هاتيها. بابا. الو بابا، استحشتك واجد، امتى بتروح؟ حتى انا توحشتك حبيبتي. قريب نروح ان شاء الله، قريب. ما تنساش تجيب الطيارة اللي قلت لك عليها. اكيد حنشري لك احلى طياره، لكن بشرط تسمع كلام امك واللي تقول لك عليه، تمام؟ حاضر. بحبك واجد. حتى انا نحبك يا حبيبة بابا، حتى انا نحبك. شنو حالك تو؟ ان شاء الله خير. الحمد لله. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك يا فندي. طارق. كفى. اتركونا على انفراد. لا تعلم كم أسعدتنا زيارتك لنا يا مفتينا. كنا دائما في شوق للقائك مجددا. سنوات مرت دون لقاء جمعنا. نحن اليوم معنوياتنا ارتفعت بوجود. أيها الغبي الملعون السفيه المعتوه، أي وصف دنيء آخر أطلقه عليك؟ استلمت ليبيا ولدينا فيها 3 إمارات، درنا وصبراتا وسرت وعشرات الخلايا النائمة في كل مكان. واليوم أين أنت من هذا كله؟ اليوم قواتنا محاصرة بالكامل داخل إمارة سرت. فقدنا كل شيء بسبب ضعفك وغبائك ودروشتك. نحن أخطأنا. نعم أخطأنا. كان علينا اختيار رجل أكثر حنكة وكفاءة منك بعد استشهاد الأنباري، لكننا لا نملك مستشارين جيدين. هذه العلة. لطالما قلت ذلك لأمير المؤمنين، نحن لا نملك مستشارين جيدين. مجموعة من الشباب الصغار بتجهيزات أقل من تجهيزاتكم وبدون واقيات رصاص يلحقون بكم الهزيمة ويحاصرونكم هنا مجرد متطوعين وليسوا جنودا نظاميين. يا للعار، يا للعار. دولتنا تحقق الانتصارات الواحدة تلو الأخرى في العراق والشام، وخلايانا تضرب أوروبا في مقتل في عقر دارهم، ونحن نهزم هنا في ليبيا. لماذا؟ لماذا؟
لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب الآن. علينا أن نصلح ما حدث بأسرع ما يمكن. سقوط إمارة سرد في يد الطغاة يعني التمهيد لسقوط دولتنا بأكملها، ونحن لن نسمح بذلك على الإطلاق. لن نسمح بذلك على الإطلاق. سمعا وطاعة لمفتينا. محاصرة المدينة من قبل الطغاة وجنودهم يعني احتمالية تحرك خلاياهم النائمة من داخل المدينة. صحيح، ولقد قبضنا على مجموعة منهم خلال اليومين الماضيين. أطلقوا رجالنا فوراً في كل ربوع المدينة ليعلم الناس أن دولتنا لا زالت قائمة وقوية وذات بأس وشراسة. انشروهم في كل شارع وحي وزقاق. ازرعوا الرعب والخوف في قلوب سكانهم، شيبا وشبابا، رجالا ونساء. أريد أن أسمع صراخهم من مهجعي هذا. أريد أن أستمتع بنحيبهم وصرخات استنجادهم. أريد أن أتلذذ بعوائهم وهم يطلقون أنفاسهم الأخيرة. نساء سافرات وتصاوير المحرمة. نساء سافرات. لعنة الله عليكم. كتابة إفرنجية. ادخلوا وأنتم اتبعوني. أعوذ بالله. الله، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تستحي يا رجل؟ لعنة الله عليك. اجلبوه. ما هذا؟ استغفر الله. فسق وفجور. آخر شيء كنت متوقعه نلقاك هنا. حتى أمك راهي مش سهلة، حتى أنا نعرف نحارب. تعالوا، بارك الله في نجيب ولد أختي، قعدت نك على راس أسبوع وأنا نقول له بالله عليك ارفعني نبي نشوف طارق شوية. حق هو أنا. هو قال بيمشي يشوف أصحابه وبيرجع عاد باش يروح بيا. توحشت الحوش وداري أمي. وأنا أول مرة نعرف إن الحوش من غيرك ما ينطاق. هنا زي الضيف في الحوش، يا اما راقد يا اما طالع.
لكن اللي خلى مكانه بجد هو مراد الله يرحمه. هو اللي كان بوارث الحوش. ربي يتقبله مع الشهداء. تخافيش يمي، حناخده بطارق قريب. يوم نحرر وسرت واليوم اللي حيتهنى فيه مراد في قبره. مستحيل نخلوا بلادنا تحت سيطرة الإرهابيين. نفنك كل يوم ولا يصير الكلام هذا. بعون الله يا وليدي. مراد كان حلمه انه هو يدافع عن بلاده، واللي ما قدرش يديره هو الحمد لله انت يا وليدي توا تدير فيه. أنا فرحانة بك واجد يا وليدي. أنا بخير والحمد لله. أنتم شنو أخباركم؟ الحمد لله باهين احنا. ربي يرجعك لينا بالسلامة ويحفظك يا رب. وكيف حال خالتي؟ كويسة، تسلم عليك. سلمي لي عليها واجد بالله. يوصل. استحشتك أنا. مش أكتر مني. ما امتى بترجع لي عاد؟ خلاص هاند، صرت نشوف فيها بعيوننا توا. باهي رد بالك على روحك واجد باهي. حاضر وانتي ديري بالك على روحك. في امان الله. حاضر، في امان الله. قولي. قول انت، انا تعشيت. شو درت اليوم؟ شيء، ضمت الحوش وقمعت نقرا في كتاب. شنو عنوان الكتاب؟ قولي ما تخافيش. تبي الصدق؟ هي رواية. تحب الروايات؟ من لما كنت صغير. كنت زيك في شبابي. تمام، ما زلت شباب ما شاء الله عليك. لا نقصد اني صغير بكل. كنت نحب الروايات. كنت نقرا الحسن عبد القدوس وغسان تنباني ونجيب محفوظ. استغفر الله. طبعا هذا قبل ان يهديني الله. ما كنتش انت خاير فيك. ما كنتيش متخيلتيني شنو؟ ما كانش يخطر على بالي ان انت كنت هيك زمان. كل شيء قابل للتغيير في الحياة. لا شيء يبقى على ما هو عليه. لا شيء. تحنش لي روحك ايام زمان. يمكن كلامي هذا حيصدمك. مرات نسأل في روحي شنو الفائدة ان يكبر الانسان؟ كل ما يكبر الانسان يكبر همه معاه. اني لما كنت صغير ما كانش عندي هم. كان اقصى طموحي اني ناكل كويس ونرقد كويس ونلبس كويس. حتى الحاجات هذه ما كنتش ندير فيها بروحي. أمي الله يرحمها هي اللي كانت تدير فيها معي. بس اليوم تغير كل شيء. بديت أني المسؤول على الناس تانيين، عن حياتهم وعن مصيرهم.
لو تسأليني انت راضي على حياتك توها ولا؟ هنقول لك مش عارف. مش عارف شنو النموذج الافضل، احمد صالح القديم ولا احمد صالح الجديد؟ تلوح عليك الروايات الضالة والمضللة هذه. لا امتى نقعد نفهم فيك ان الخيال حرام حرام حرام، بعدين من امتى تضيع في وقتك بالكلام الفاضي هذا؟ وأمتنا تقتل وتذبح في شتى بقاع الأرض. كم مرة قلت لك يجب أن تنفق وقتك في التفكير في الجهاد ومقاتلة الكفار، يجب أن تجند نفسك من أجل هذا الهدف العظيم. انظر إلى هذا المجد العظيم الذي صنعناه، وفي قلب نيويورك آلاف القتلى من رجالهم ونسائهم وأطفالهم. يوما ما يا ابن أختي، يوما ما ستصنع مجدا مثل هذا المجد، خدمة لديننا ولأمتنا. عليك من الغد الذهاب إلى العمل مع النساء. نحن في حالة حرب، ولا أحب أن يقول أحد ما أن زوجة أبو عبد الله راقدة في حوشها، بينما باقي النساء يعملن في الجهاد. أتعرفون من هؤلاء؟ هؤلاء جنود الطغاة جاءوا لمحاربة دولتنا الإسلامية، فما هو عقابهم العادل برأيكم؟ الجلد، الذبح، السجن، النفي. يجب أن تضعوا هذا الكلام نصب أعينكم دائما. لا يمكنك أن تحكم دون أن تزرع الخوف والرهبة في قلوب أعدائك. يجب أن تجعل صناعة الخوف لعبتك المفضلة معهم. الخوف يزرع في قلوبهم روح الانهزام والخنوع والتبعية. الإنسان الذي يتملكه الخوف لا يمكن أن يكون عدوا لك، بل ستجده دائما يسير في ركبك، على عكس الإنسان المطمئن دائما ما يجد فرصة للتفكير في معارضتك. تتفكرون كيف علمكم أبو عامر الجزراوي حفظه الله على استخدام السلاح؟ الآن يجب عليكم التصويب نحو رؤوسهم، ولا تدعوا الخوف يتسلل إلى قلوبكم. هم من يجب أن يخافوا وليس أنتم. ركزوا جيدا. الآن نفذوا. جبت طيب رز. انتي؟ نفكر. اهلين بوي، كيف حالك؟ شن اخبارك يا بنتي منال؟ وكيف صحتك؟ الله يسلمك يبارك فيك، الحمد لله. اليوم كلمني صاحب الشقة وقال لي مسامحكم في ايجار الشهور اللي فاتوا كلهم، والايجار من هنا لين يرجع نصر الدين سالم غانم ان شاء الله اعتبريه مش محسوب. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. قال لك انا مستحيل نطالبكم بقرش ونصر الدين ماشي مضحي بروحه باش يحميني ويحمي اهلنا وناسنا.
أي شيء تحتاجوه أنا حاضر، وربي يرجع نصر الدين بالسلامة إن شاء الله وينصرنا على هالخوارج. تفضلوا يا شباب، تيتا جبلية. بارك الله فيك. في شباب انضموا لنا جدد، خلينا نتعرفوا على بعضنا. أنا أخوكم سيفاو من جبل. أسامة من الزاوية. عبد السلام من زليطن. سلام بيك. أخوكم في الله زياد من الجفرة. أحمد من مسلاتة. أخوكم محمد طرابلسي من سوق الجمعة. أخوكم حميدة من بنغازي. فيصل من الخمس. البيا توري وحنا معاك، توري توري البيا توري وحنا فداك، توري توري البيا توري وحنا معاك، توري توري البيا توري وحنا فداك، بحرك وجبالك وديانك وسماك، بحرك وجبالك وديانك وسماك، ليبيا ليبيا ناسو ليبيا نتين اللي، ليبيا ليبيا ناسو سيد ما نتناري، ليبيا ليبيا ناسو ليبيا نتين اللي، ليبيا ليبيا ناسو سيد ما نتناري، يسفن دي درارنا بسيلة لدتزيري، يسفن درارنا بسيلة لدتزيري، توري توري يا ليبيا توري وحنا معاك، توري توري يا ليبيا توري وحنا فداك، يمي وتعيط شي طروى النمي الدار، يمي وتعيط شي ربي نتيلا، يا امي وتعيط شي طروى النمي الدار، يمي وتعيط شي ربي نتيلا، يوقور فتين اللي يوقور فتقرولا، يوقور فتين اللي يوقور فتقرولا، توري توري يا ليبيا توري وحنا معاك، توري توري يا ليبيا توري وحنا فداك. يمي ما تبكيشي ولدك مات شهيد، يمي ما تبكيشي ولدك مات شهيد، بالعالم لفيني وحني كف الليد، بالعالم لفيني وحني كف الليد، توري توري ليبيا توري وحنا معاك، توري توري ليبيا توري وحنا فداك، توري توري ليبيا توري وحنا معاك، توري توري يا ليبيا توري وحنا فداك. علمك يا اخوي. جيناك يا صرت برتال، جيناك يا صرت برتال، من هالعدو صار رايح من هالعدو صار راعش، لين ترجعي في دلال وننهو احلام الدواعش.
يا صرت جيناك جيناك يا صرت جيناك وكل حد في داس لايحة وكل حد في داس لايحة لين ننزع ورمجاك الوطن تبرى جرايحة فراسي نافز عوجوك فراسي نافز عوجوك ردادة الدين الكبيرة ردادة الدين الكبير ما عمرهم يوم خلوك فداك عالنين المسير رجال وطن من قبل مشتو رجال وطن من قبل مشتو قصدوا ديارك حماية قصدوا ديارك حماية من البحر من البر من الجو يا صرت انتي الغاية شن جيبك شور الابطال شن جيبك شور الابطال وشن قربك لي وطياهم وشن قربك لي وطاهم ما يبصروا وقت القتال يا داع شيراك وياهم جيناك يا صرت برتال جيناك يا صرت برتال من هالعدو صار رايح